يا أهلا بيكم. بص يا سيدي، لو جيت سألت أي مدرب كبير إيه أكتر حاجة بتوتر أعصابك، أكيد مش هيقولك التكتيك المعقد، هيقولك اللحظة اللي بفقد فيها الكورة والمنافس بيقرر يلعب عليا مباشر. اللعب المباشر مش معناه إننا نشوط الكورة لقدام وخلاص، الموضوع فيه فن وشياكة، ومحتاج دماغ بتفكر في أقصر طريق للمرمى، والسر كله بيكون في التحولات السريعة. أنت بتلعب مباشر يعني مش عايز تقعد تحضّر لعب وتلِف الكورة بالعرض 100 مرّة لحد ما المنافس يرجع ويقفل مساحته. الفكرة إننا بنلعب على الارتباك. أول ما بنسترجع الكورة في وسط الملعب، العين بتكون على ضهر المدافعين فورًا، وعشان تعمل كده صح، لازم يكون عندك المحطة. المهاجم اللي يستلم الكورة بضهره يثبّتها ويستنى زميله اللي جاي من الخلف بسرعة. ده مش مجرد مهاجم، ده الترمومتر بتاع الهجمة. ومن هنا لازم الأجنحة تكون زي الصواريخ، مجرد ما المهاجم يلمس الكورة هم خلاص بقوا في ظهر الباكات، مفيش وقت للراحة. وهنا بقى بيجي دور لعيبة وسط الملعب اللي بيكون عندهم رؤية عشان ينجحوا فكرة اللعب المباشر. لازم الباس الأولاني يكون طولي وعميق، مفيش باس ورا ومفيش تأمين زيادة. الكرة لازم تروح لقدام في اللحظة اللي المنافس لسه فيها، مش مترتب. ولو لاحظت فرق زي ليفربول في عز قوتهم أو ليفركوزن مع ألونسو، هتلاقي إن المدافعين بتوعهم واقفين دايما قريبين من نص الملعب، عشان لو الكرة اتقطعت يضغطوا في نفس الثانية ويسترجعوها تاني، فيفضل المنافس محبوس في حالة دفاع طوارئ طول الماتش. في النهاية اللعب المباشر هو شجاعة إنك تضحي بالاستحواذ عشان تكسب المساحة. محتاج لياقة بدنية عالية عشان الضغط العالي، ومحتاج ذكاء في قراءة تحركات المدافعين. هي كورة بتهدف لشيء واحد: نخلص الهجمة في أقل عدد من اللمسات ومن غير وجع دماغ. قول لي بقى، أنت من الناس اللي بتحب الكورة السيمفونية والاستحواذ، ولا بتستمتع بالمرتدات الصاروخية واللعب المباشر اللي بيخلص الماتشات في 3 بساط؟ مستني رأيك في الكومنتات، وما تنساش متابعة، لايك، شير، عشان يوصل لك كل جديد. سلام.